أهلا بيكم مع حلقة جديدة من تفكيك. في الحلقة اللي فاتت وصلنا لحافة سؤال ما ينفعش نهرب منه: أنت بقيت مين عشان تفضل موجود؟ والنهاردة مش هنتكلم عن القناع ولا عن الدور ولا عن التكيف، النهاردة هنتكلم عن اللحظة اللي فيها كله ده ما عادش ينفع. الانهيار الهادي مش سقوط مفاجئ ولا لحظة درامية ولا حد بيصرخ ويقع. الانهيار الهادي بيحصل وانت واقف وانت شغال وانت تمام، بيحصل لما الحاجة اللي كانت بتشيلك تبطل تشيل، والنسخة اللي اتخلقت عشان تنجو بتتعب، مش لأنها غلط لكن لأنها اشتغلت أكتر من طاقتها. القناع يا صديقي ما بيقعش لأنك قررت تبقى صادق، القناع بيقع لأن الروح بتبقى مش قادرة تكمل تمثيل، بتحس إنك مكتئب بس مش حاضر، مش تعبان بس تقيل، مش زعلان بس فاضي، بتعمل كل اللي عليك بس من غير إحساس ولا طعم ولا معنى. وده أخطر حاجة لأنه مفيش حاجة واضحة تتصلح، لا في خناقة ولا دموع ولا سبب مباشر، بس في إحساس داخلي بيقول مش قادر أكمل كده. الانهيار الهادي هو اللحظة اللي الدور فيها بيبقى أضيق من النفس، النسخة القوية بتتعب والنسخة العاقلة بتتلخبط، النسخة اللي فاهمة كل حاجة بتقف قدام نفسها وتقول هو أنا بعمل ده ليه؟ وهنا بقى بيظهر الصراع الحقيقي، مش بينك وبين الناس لكن بين نسختين جواك، نسخة اتكونت عشان تعيش ونسخة اتخلقت عشان تحس. النسخة الأولى فاهمة الدنيا وحافظة القواعد وعارفة إمتى تسكت وإمتى تضحك وإمتى تعدي، والنسخة التانية ملهاش صوت عالي بس عندها إحساس ما بيعرفش يكمل تمثيل. الانهيار الهادي هو اللحظة اللي النسخة التانية تقول فيها كفاية، مش بصوت ولا دموع لكن بتقل، تقل يخليك تنسحب شوية، تقلل اختلاط، تحب الوحدة بس تزهق منها. وده مش ضعف ولا فشل ولا حتى قلة إيمان، ده أول شرخ بين اللي اتعودت تكونه واللي انت محتاج تكونه. الشرخ ده يا صديقي مخيف لأنه ما فيهوش إجابة جاهزة، النسخة القديمة ما تنفعش تكمل والنسخة الحقيقية لسه خايفة تطلع، وده الفراغ اللي احنا بنسميه لخبطة وهو في الحقيقة بداية وعي. الانهيار الهادي مش نهاية، ده إعلان إفلاس لأسلوب نجاة قديم، مش شخص ضعيف إنما ده شخص اشتغل على نفسه زيادة من غير ما يحس بنفسه. وفي الحلقة اللي جاية مش هنسأل تعبت ليه، إنما هنكشف لما القناع يقع مين بيبان تحته. حلقة هتكون عن المواجهة الأولى مع النفس قبل ما تبدأ رحلة العلاج والتوازن الحقيقي. أشوفك يا صديقي الحلقة الجاية، وافتكر إن الانهيار الهادي مش علامة إنك بتقع، إنما دي علامة إنك بطلت تهرب. وما تنساش يا صديقي شير للفيديو يمكن غيرك يستفيد. رمضانكم سعادة.